السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. يا سادة، اللي بينكر عروبة مصر بينكر تاريخها وهويتها، اللي بيقول مصر مش عربية واضح انه ما قراش التاريخ ولا فهم الجغرافيا. مصر مش جزيرة في بحر لوحدها، مصر هي قلب الأمة وسورها العالي وعمودها الفقري. فخلينا نسأل سؤال بسيط جدا: هو مين اللي عايز مصر تتعزل عن العرب؟ وليه في ناس بتحاول تشوه الحقيقة دي دلوقتي بالذات؟ تعالوا نسمع الحكاية من أولها بهدوء وبعقل. يا سادة، في أصوات اليومين دول طالعين بيقولوا كلام غريب جدا، يقول لك مصر مش عربية، ومصر ملهاش دعوة بالعرب، ومصر لازم تبقى لوحدها. طب تعالوا نفكر بالعقل شوية، هو مين اللي بيستفيد لو مصر اتعزلت عن العرب؟ ومين اللي فرحان لو مصر تبقى لوحدها من غير عمق ولا سند؟ أكيد مش اللي بيحب البلد دي. يا سادة، عروبة مصر مش كلام بيتقال ولا شعار بيترفع، ده تاريخ وجغرافيا وهوية وأمن قومي. مصر من آلاف السنين وهي قلب الأمة دي، قبل ما يكون في حدود وسياسة. كانت التجارة والعلاقات شغالة بين مصر واليمن والشام والعراق، يعني العروبة مش اختراع حديث، دي جذور ممتدة في الأرض. واللي مش عارف، اللي بيحاول يسلخ مصر عن عروبتها، هو بيحاول يقطع عنها عمقها الطبيعي. الآن مصر من غير عروبتها تبقى بلد محاصرة، لكن مصر وسط العرب تبقى قلب الأمة وسورها العالي. الأمن القومي المصري ما بيبدأش من رفح ولا من السلوم زي ما الناس متوقعة، أغلبية الناس. الأمن القومي المصري بيبدأ من الشام واليمن والعراق، وده اللي كان فهمه الزعيم جمال عبد الناصر لما قال خط الدفاع الأول عن مصر هو في سوريا. يعني اللي بيلعب في المنطقة العربية هو بيهدد أمن مصر نفسها، حتى لو الكلام بعيد عننا. يا سادة، مصر عمرها ما كانت دولة منغلقة، مصر عمرها ما قالت أنا وبس. مصر كانت دايما أنا والعرب، أنا والأمة. دي كان كلام مصر على مر التاريخ، أنا والعرب، أنا والأمة. وعشان كده كل مرة مصر تقود العرب تبقى قوية، وكل مرة تنكفي على نفسها تضعف. شفنا ده في التاريخ بعيننا. مصر مش بس فرعونية ومش بس عربية ولا بس إسلامية أو مسيحية، مصر كل ده، مصر كل ده مع بعض، وده سر عظمتها وتميزها. مصر لما تبص لجذورها، جذورها الحضارية، وتعتز بعروبتها وهويتها الجامعة، تبقى
منارة. لكن لما نسمع كلام دعاء العزلة والفرقة نصغر ونضيع. احنا يا سادة مش جزء متفرق، احنا مش جزر متفرقة، احنا جسد واحد. اذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحماية. مصر القوية هي اللي تحمي العرب وتقود أفريقيا وتنور العالم الإسلامي، وده دورها الطبيعي، وده اللي بيخوف أعدائها. في كل اللي بيقول مصر مش عربية، راجع التاريخ قبل ما تتكلم واعرف ان اللي بيحاول يقطع مصر من عروبتها بيحاول يقطع عنها قوتها. مصر كانت وهتفضل عربية بحضارتها بعزلتها بتاريخها وبشعبها اللي عمره ما نسى أصله ولا خان عروبته على مر التاريخ. مصر مش لوحدها، مصر قلب أمتها وجسر الأمل، دايما شايف المستقبل العربي بخير، وإن شاء الله سيظل بخير، وستظل مصر قائدة الأمة العربية والأمة الإسلامية وقائدة الشرق الأوسط وصاحبة الحضارة في العالم أجمع وفي الكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.